السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهاردة بقى هناخد الديزاين بتاع الترف ده. هنعمله، شوف الترف دي غويطة اوي، احنا مش هنعملها غويطة كده، احنا هنعملها الى حد ما فلات، بس هي مش فلات يعني. وهنعمل يعني احنا هنغير في الشكلين دول، الزاوية دي هنغير في شكلها والترف ده هنغير في شكله. تمام. تعالوا نعمل الترف الاول بما انه اصعب يعني. فهنبتدي ان احنا هنعمل كده، نعمل ديزاين جديد. الترف دي عبارة عن مستطيل كده. المستطيل ده هيكون مثلا هنقول ان هو 900، ده مبدئيا لان الابعاد ممكن تتغير وهي اكيد هتتغير. خلي مثلا في 40 سنتي. تمام. ونعمل شيت ميتال. تخانة الترف دي ممكن تبقى 30 3 ملي. هي تخانتها بتبقى صغيرة شوية. تمام. وهي اكيد بتكون ستانلس. طيب، الترف دي احنا عايزينها تسند على الحاجة. قبل ما تسند بس على الحاجة، احنا عايزينها تبقى مخرمة تخريمات مظبوطة، بحيث ان هي ايه، الزبالة تنزل فيها، المية تتصفى والزبالة تفضل موجودة، لان انا هشيلها بايدي واروح افضي الزبالة اللي موجودة عليها. فهقوم اعمل كده سكتش على الحتة دي، وهبدأ ارسم ايه، ارسم دايرة. قطر الدايرة دي هيكون 15 ملي مثلا، وبعدها هيكون من هنا 5 سنتي، لان هيبقى فيه بند. ومن هنا 5 سنتي، بند يعني تانية. تمام. وهعمل كات length thickness. تمام. جميل. بعد كده هبدأ اخد الكات ده باترن، فهعمل linear pattern في الاتجاه ده. تمام. نفس الاتجاه ده كده، بس ايه، هناخد السبيسنج 50 مثلا، لحد ما ايه، ما نبتدي نظبط الباترن. هنقعد نزود كده. مظبوط. تمام كده. تمام. ظبط. اللي هنا زي اللي هنا، ده سيمتريك. ممكن كمان تعمله في النص وتعمل يمين وشمال تو دايركشن. تمام. هناخد بقى احنا الباترن ده ونعمل له linear pattern في الاتجاه ده. كتير او 17. وهنا تقريبا ظبط برضو. هو الباترن كان 50. كان 50 برضو. تمام. فكده دي التخريمات بتاعة الايه، بتاعة المصفى. بعد كده هنعمل ايه، هنعمل تانية لفوق وتانية شمال، وهنا تانية لفوق وتانية يمين. ليه؟ لان انا عايزها تنزل تسقط في الزوايا، او تسقط في الخرسانة، او في الميكانيزم اللي انا هعمله لها تسقط فيه. فهبدأ ان انا ايه، هاجي على الشيت ميتال هنا واعمل ايدج فلانج، واخد ده لفوق كده، وده وده. تمام. وهخلي ده 30 3 سنتي. 3 سنتي قليل قوي، خليه 5 سنتي مثلا. بعد كده الى حد ما كويس. وبعدين هعمل البند اللي ورا ده، فايه، هعمل ايدج فلانج تاني. كده بقى كويس. ولكن لما تيجي تفرده، الشكل ده مش حلو. فهنعدل في الشكل بتاع الايدج فلانج، ونيجي نعمل كده. انا بقى ممكن اخلي ايه، اخلي دي ما تبقاش ايه vertical كده، ولا دي vertical كده. انا هخليها 45 كده لبره. ودي كده 45، ودي كده
45 وهطلع بره السكتش. تمام، وهظبط دي كمان. بص بقى الشكل ده مع الفرد لما تيجي تدوس فلاتر، شايف ده كده غلط، ده كده مش حلو خالص. الايدج الشارب ده، دي كده النقطة دي مش حلو. فبنعمل لها ايه؟ النقطة دي بنعمل لها ايه؟ ممكن والصاج بيتكسح دي يحصل للصاج شرخ في الحتة دي، يبوظ لك الصاج ويبوظ لك القطعة كلها. فاحنا ممكن احنا بنعمل حاجة بقى اسمها ايه هنا، لما بنيجي والصاج وهو مفروض بنعمل هنا هول، بنعمل هنا دايرة ونقطع فيها. تمام، الكورنر ده اسمه كورنر ريليف، بنعمل حاجة اسمها ريليف. ليه؟ عشان لما نيجي تاني الصاج ما يتكسحش من الحتة دي. كورنر ريليف ده بيبقى شكله عامل كده اهو، كورنر ريليف كولكت اول كورنرز، هو هيكولكت الكورنرز لوحده. هو عمل كولكت للكورنرز اهو، وبتختار الكورنر. انا هخليه مثلا سيركل، هخليه سيركل عشان يبقى دايرة. راديوس 3. تمام، دوس اوكي. بص بقى لما تيجي تعمل فلاتر، هو ده اللي انا بتكلم عنه. دي برضو ممكن تلاقيها في حد بيقول عليها اسمها اندر كات. ده اسمه كورنر ريليف. بس عامل ازاي؟ بيبقى بيتعمل برضو بمكنة في الصاج اسمها بانش. تمام، ادي الطرف يا سيدي، هي دي الطرف. نعمل كده اه. بص بقى دلوقتي احنا عملنا انا عايز الطرف لما اجي اعمل ايزومتريك يبقى اعمل كده. يبقى لما اجي اعمل الاتش اوف لانش ده edit سكتش، لا، اجي عند السكتش واعمل edit سكتش بلين واخليه توب. بس كده نجي ادوس كده اتظبط. بعد كده هنيجي نعمل الصاجة اللي هي دي. بص بقى يا سيدي، ما نيجي نفتح سكتش تاني اقلب دي عشان نعمل الصاجة. دلوقتي انا لما اجي ابص من الرايت بلين كده، واجي الاقي ان البارة عامل كده. تمام، دي الارض وده البار. تمام، والزاوية دي اتفقنا ان هي 60 درجة. البار عامل كده. فانا لما اجي اعمل صاجة، انا عايز الصاجة تبقى نازلة كده، عايز الصاجة تبقى نازلة كده هوريزونتال وطالعة كده عشان الترف ايه، تسند عليها. طيب هل انا هلحم النقطة دي بس؟ لا، انا عايز خط الحام قوي، لان الصاجة دي برضو هتثبت على الارض، وبالتالي هيكون عليها ستريس تقيل بتقل الوزن كله بتاع الايه، بتاع السكرين ده. لو افترضنا ان هي مش هتثبت في الارض، او افترضنا ان هي بعيدة عن الارض شوية او فانا ممكن اعمل ايه؟ انا عندي صاج وعندي تناية، فانا اقدر اخلي الصاج على شكلها عامل كده، اعمل كده مع البارة، صح، واقوم نازل بيها كده شوية، حلو، واقوم جاي اعمل بيها كده طول اللي انا عايزه بقى. صح ولا انا غلطان؟ يبقى انا كده ايه، عملت شكل الصاجة. كل ده خط الحام، كل ده خط الحام. يبقى كده انا زودت الاسترس على خط اللحام. انا عندي اللحام لو فك مش مشكلة، مش مهم، انما الصاجة ما تبوظش. مين اللي اغلى، الصاجة ولا اللحام؟ الصاجة، الصاجة طبعا. تمام، فانا همسح ده كده اه، وده كمان، وهخلي النقطة دي هنا كده.
احنا العرض بتاع طبعا هتبقى تخانتها 6 ملي، هتكون طولها ممكن يبقى متر 20 مبدئيا لحد ما نشوف هتبقى عاملة ازاي. 100 بلين. تمام، ده هيبقى شكلها. بس احنا عملناها ازاي، شكلها هيكون حلو. لما تيجي بقى تعمل فرد، دي الصاجة، ولما تيجي تعمل فيتشر هنا كده او هنا تيجي تعمل فيو بن، دي خطوط التانية. دي بتبقى الليزر بيعملها علام، ما بيقطعش فيها، بيعملها علام عشان الكساحة او ايوه التناية تنزل تكسح ايه الصاج بالزاوية اللي انت عايزها طبعا. تمام، وهتكون ستانلس برضو، ودي هيبقى اسمها التراف هولدر. احنا كده عملنا ديزاين لكل الأجزاء الأساسية اللي موجودة معانا في المانوال سكرين. الفيديو الجاي هنعمل تجميع، واحنا بنجمع هنلاقي في مشاكل قابلتنا في الأبعاد، هنلاقي في مشاكل قابلتنا في بعض البارتات هنحتاج ان احنا نعدل فيها، هنلاقي في بارتات اصلا ناقصة زي مثلا الهولدر بتاع الهولدر ده، زي الزاوية في زاوية هنا احنا هنعملها تتلحم في الزاوية اللي احنا لسه برضو عاملينها اللي هي التراف هولدر. في حاجات هتتعمل بس احنا مأجلينها هنعملها في الاسمبلي، عشان كمان نتعرض ازاي ان احنا نعدل في الاسمبلي واحنا عاملينه اصلا في سوليد ووركس. لحد هنا انا هقف، والفيديو الجاي هنبدأ نجمع ونشوف الديزاين بتاعنا بقى شكله عامل ازاي جوه الكونكريت دي او جوه الخرسانة دي او جوه الحوض ده، ونشوف الوزن هيبقى عامل ازاي مبدئي للمانوال سكرين بتاعتنا. بس اشوفكم الفيديو الجاي، شكرا.